السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم كلكم يا رب. يلا بقى نعمل حاجة حلوة كده. ما عملناش حلويات كتير السنة دي في رمضان بصراحة، عارفة كنت مكسلة يعني وما عملتش كتير. فقلت لا دي بقى نعمل حاجة كده مع بعض. نعمل بقى صينية كيكة حلوة كده. حطيت كوباية سكر وزيت، حتة سمنة بلدي كده اهيت، يعني حاجة للطعم بس. وهبدأ بقى ان انا ادوب الكلام ده كله في بعضه لحد ما كله هيدوب في بعضه معايا. هياخد فتره معايا. لو انت عايز تعمليه في الكبه اللي فيها مضرب، انا عندي ان هي الكبه الكبيره ديت اللي فيها مضرب، بس بصراحه يعني متكسله ان انا اعمل فيها. فانا هبدا ان انا اعمل بقى كلهم في بعض كده شويه لحد ما كله يدوب في بعضه معايا. انا دوبته شويه. هنحط بقى دي كوبايه عصير برتقال اهوت، تمام، وكوبايه لبن. ممكن تستغنى عن اللبن خالص لو مش موجود، يعني لو اللبن مش موجود استغنى عنه عادي. تمام كده. هنبدأ بقى ان انا ادوبهم كده. يبدأ بقى ان انا ادوبه خالص خالص لحد ما يبقى مفيش سكر معايا خالص. وانا المفروض كنت حطيت البيض الاول على فكرة، معلش. انا كان المفروض بصراحة يعني انا احط البيض الاول وادوبه شوية مع السكر، بس عادي يعني ما فيش اي مشكلة عادي. بس انا عشان ابقى صريحة معاكم برضو، يعني انا نسيت وحطيت السوائل الاول، والمفروض كان البيض اللي اتحط الاول. فانا هبدأ برضو عادي خالص. نحط البيض بتاعنا حوالي 5 بيضات، بسم الله الرحمن الرحيم. وهبدأ برضه ان انا ادوبه عادي، مفيش اي مشكلة خالص. اهم حاجة معايا التدويب، انك تدوبوا الحاجة كويس، دي اهم حاجة بس. وهنحط فانيليا اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. وهبدأ بقى ان انا اخلطهم خلطة حلوة كده مع بعض. هجيب بقى المضرب بتاعي كده. انا خلطت كله مع بعض اهو، حتى البيض انا معدلوش اصلا الحمد لله. هبدأ ان انا احط الدقيق بقى معايا بالتدريج كده ونقلب لحد ما يبقى خليط معايا. هبدأ ان انا اقلب كده اهو، بس التقليب يبقى في اتجاه واحد. تقليبك في الكيكه يبقى في اتجاه واحد عشان تخرجي الهواء منها وما تكتمش معاكي. حطي بالتدريج مش مره واحده عشان ما تتقلش منك قوي. كده هي لسه محتاجه معايا دقيق. هحط كمان وهقلب. انا كده خلصتها اهوت، وضفت كيس بيكنج باودر عليها برضو وانا بقلب كده. خلاص هو السمك بتاعها بالنسبه لي كده حلو. شوفوا كده حلو قوي السمك ده. السمك ده شايفين تنزل ازاي كده. هي كده بالنسبه لي مظبوط. هجيب بقى الصينيه بتاعتي حاطه فيها شويه دقيق او زبده او اي حاجه وتعفير الدقيق كده، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونحط المقادير بتاعتنا بس كده. هاخدها بقى في فرن على درجه حراره وسط، وما تفتحيش عليها الفرن حتى لو شميتي ريحتها مش قبل ساعه الا تلت. يعني ما تفتحيش الفرن مش قبل ساعه الا تلت عشان ما تهبطش منها بس. اهيت الكيكه بتاعتنا خرجت من الفرن اهيت، شايفين تحفه ازاي وهشه شايفين معايا. ولسه كمان لما اقطعها هوريها لكم اهيت. شوفوا تحفه ازاي. هقطعها بقى اهيت يا جماعه. بعد ما قطعتها اهيت اهي، شايفين هشه وتحفه ازاي. بس دي الطريقه البسيطه بتاعت الكيكه اللي انا بعتمدها كل مره. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش الاعجاب والاشتراك بالقناه عشان يوصل كل جديد. وكل سنه وانتم طيبين.